لو انت بتتمشى في شارع عدلي هتقابلك أقدم عمارة موجودة هناك، هي عمارة براين ديفيس. العمارة دي مبنية سنة 1910، بس موجود تحتيها صيدلية من أقدم الصيدليات اللي موجودة في القاهرة كلها، صيدلية ستيفنسون. بس لو عايز تشوف فيديو العمارة أنا عملت عنها فيديو جامد قبل كده، ادخل واتفرج وهسيب لك الفيديو بتاعها في الباي. تعالوا بقى أما أفرجكم على أقدم صيدلية، بل الصيدلية الأثرية. أنا بعتبرها يا جماعة كده دي أثر موجود في وسط البلد، ولازم كله فعلا يروح يتفرج عليها، لأن هي بتقدم لنا حاجات من سنة 1910. دي كان صاحبها الدكتور إحسان السمان، وورثها دلوقتي حفيده الدكتور زهير سمان. ما تيجي اما نتفرج بقى على الصيدلية من جوه، يلا بينا. صيدلية ستيفنسون أنشأها البريطاني جورج ستيفنسون عام 1889 في بريطانيا، وعمل منها سلسلة في معظم أنحاء العالم. وأول صيدلية أنشأت في القاهرة كانت سنة 1915. وأنا عملت لقاء مع صاحب الصيدلية الدكتور زهير السمان، وهو الوحيد اللي هيقدر يحكي لنا عن تاريخ هذه الصيدلية الأثرية الجميلة، وعن متى أنشأت وأهم معالمها. هو هيفرجنا عليها وهيحكي لنا عن كل حاجة فيها. عايزة أقول لكم كمان إن اللي قام باللقاء ده معايا هو معد الحلقات بتاعتي الأستاذ طارق حسن، وهو اللي قام بالحوار مع الدكتور. يعني أنا وهو كده عملنا الحوار معاه. اتفضلوا بقى يلا نسمع الحوار مع بعض، وقولوا لي رأيكم في الحوار في الكومنتات. جورج ستيفنسون، راجل انجليزي عمل الصيدليه دي في 1915. الصيدليه العماره دي عباره عن 3 عمارات في بعض. ماشي، عندك مدخل من هنا، مدخل من شارع محمد فريد، ومدخل حضرتك من شارع عدلي. ال3 عمارات دولت، اما العماره اتبنت اللي بناها واحد اسمه ديفيد برين. كان عاملها مول سنتر في 1910. فلما مات قسموا المحلات بقى. ده بقى كانت معروضه، فجه جورج ستيفنسون كان عايز يعمل حاجه في مصر، فجه عمل الصيدليه. عمل بقى الصيدلية. هو كان خواجة يوناني ده ولا هو دكتور؟ انجليزي. انجليزي. انجليزي صيدلي. دكتور انجليزي صيدلي كيمست. كيمست. اه فبعد ما اخد المكان هنا، اخدوا المقاسات، اخدوا الدايمنشن كلها بتاعتها فوق وتحت، وعملوا كل حاجه انت شايفاها هنا معموله في انجلترا. الخشب وكله. كله. وجم ركبوها هنا زي البازل او زي الليجو، عارفين كل حاجه تتحط فين يعني. ما كانش فيه تفكير يعني. وجدي اشتراها منهم لما جم يمشوا بقى، جدي اشتراها منهم في سنه 48. جد حضرتك؟ بس جدي ما كانش صيدلي، والدي اللي صيدلي. اه ف 48 والدي اتخرج في 51. ده اشتراها عشان والد حضرتك كان اتمرن خلاص. فيها في الفتره ديت كتمرين، وبعد كده دخل، وبعد كده بقى يعني بقى الايام بقى في الانجليز بقى وفي اليهود. لا بس الفكر رائع. يعني حضرتك بتقول جد حضرتك ما كانش جدي كان تاجر قطن في طنطا، كانوا عايشين في طنطا، وبعدين جم مصر. من طنطا. وبعدين هو اصلا من سوريا، وكان عندهم اه مصنع حرير في سوريا. فجي بقى استوطن هنا في مصر بقى وقعد. اتأمم هناك وراح في لبنان، ومن لبنان جه مصر. دي مصر. ما شاء الله. ومع ذلك لما والد حضرتك بقى صيدلي فهو فكر مستقبلا انه هو اشتراها، هو كان في تاني سنة يعني. اما بابا دخل الصيدلة نقلوا مصر بقى، سابوا طنطا. بس ما غيرتوش بقى الاسم لا بتاعه؟ ما يتغيرش. عشان الاسم اولا ده اسم شهرة. اسم يعني كان ليه اسمه زمان، وبس للاسف مش موجودين تحت ايدي دلوقتي. الروشتات بتاعت التركيبات بتاعت زمان الدكاتره كانت تكتب ريكومندد ستيفنسون فارماسي. صنعت طلع واحده برضو. طب انا كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال، هو انتوا الصيدليه اللي طلعت في فيلم عماد حمدي؟ لا هذا الثانية في عتبة هم دي. كلهم كانوا على فكره زمان كده.
دي بس بتتميز بشويه الديكورات. الديكور بتاعها. بالظبط. الازايز كانت يعني ازايز مختلفه عن بقيه بحب الاجزخانات التانيين، هتلاقيهم اه بني شويه. هنا هتلاقيهم اللي هو الازاز اللي فوق دي يعني ابيض شويه، فاتحه الابيض شويه. يعني عامله زي الكريستال. طبعا هو كريستال. ازاز معين لما بتخبطي الستيكر بتاعها الاسم بيروح خالص، بيختفي. شايفه تاني واحده ما عليهاش حاجه. اه يعني كان بيكتب عليها اسم اه كل التركيب حاجه او عليها المركبات اسمها، كل بتاعتها. حاجه عليها اسمها. مم. والفوق بقى. دول برضه نوعيه تانيه. معلش بقى التراب والوسخ. لا لا لا. بس انتوا ما زلتم محتفظين بالازايز والحاجات دي بصراحه. محتفظين بكل حاجه، اه طبعا. فاحنا هنا في المعمل اللي كانوا بيركبوا فيه الادويه، التركيبات الدوائيه. كانت التركيبات هنا. تحت كان بيعمل حاجات الكوزماتكس، البرفانات، صبغه شوت بقى بالكروكروم. هي كحول، ما الصيدليه ده دي ليها بتاعت العطور. الكحول دي كانت تحت بتاعت اللي هي الكحول. الكبيرة دي. الازازه الكبيره دي اللي بالحديد دي كان بيطلع منها خرطوم بحنفيه في اخر الخرطوم، يعبي بقى الازاز بقى لتر، نص لتر، ربع لتر، وهكذا. دي كانت بتاعت الزيت، بيملوا فيها الزيوت. نحط الازازه ده، يعني انا حاطط اي ازازه دلوقتي اه ويملى بقى الازايز بقى. دي كانت تحت. على شكل جذع شجرة. ده ميزان كان تحت برضه. ده كان فوق عشان ده بتاع ادويه، انما ده كان بقى بتاع بودرة تلج، بتاع نفتالين، بتاع الحاجات ديت. الكبير اللي بره ده بقى بتاعت الشوارع، بتاعت الحاجات الأوزان فوق 50 كيلو. ده حاجات بتاعت الودان. اه ده الدكاترة اللي بتغسل بيها الودن دي. اه بس دي حاجات والحقنه كانت بتاعت بتتباع، يعني زمان. دي حاجات كانت بتتباع. للجمهور. دي الحقنه اللي هي دي كانت الحقنة بقى بجد. بتاعت زمان بأشكال اللي هي كانت مختلفة بقى، احنا بجد. أصبها واحنا مجمعينهم. صغيرين دي. مجمعناهم، احنا اتهرينا منهم. دي تذاكر حضرتك لا دي ولا؟ مش تذاكر يا فندم، ده بعد ما حضرتك بيقفل مثلا هديك مثال يعني. اي تركيبه بيعملها ليكويد، بيحطها في ازازه، وبعدين بيفتح هنا بيطلع الفيل بتاعها حسب السايز بتاعها، اه وبعد ما بيقفلها بالفيله بيفتح هنا عشان يطلع الليبلز بتاعها ويحطها عليها. الستيكر ده بقى. طبعا هي التركيبات كانت نوعين. التركيبات اللي هو الصيدلي بيعملها الصيدليه بتاعته من الفارماكوب في الدستور المصري بتاع الادويه. اه لازم يبقى يعني تابع لازم له. يبقى متماشي او وكل حاجه متكامل. بتتكتب في الدفاتر اللي عندنا فوق. يعني الصيدلي ما كانش مثلا بيخترع دواء من دماغه، لازم لا يبقى لا لا الدواء ده حسب مفيش يبقى اختراع ده. بروتوكول بيبقى لا محطوط في ده من. بروتوكول، بروتوكول ده دواء محطوط ده. يبقى ماشي. اه وفي بقى الحاجه التانيه اللي هو الطبيب بيبعت للصيدلي التركيبه التركيبه انا عايزها للمريض بتاعي. بالظبط، عشان والصيدلي كده بقى هنا في يبتدي ليبلز يركبها. فاضيين مش مكتوب عليهم حاجه، وفي بقيه الليبلات كلها مكتوب عليهم المنتجات يعني بتاعتهم، حتى الحوض من ايامهم. خد قديم قوي. ده انا في اسف جدا قبقاب. بس عشان كلمه بالعكس ده مش عايز اقول. حاجات من سنة 1915 وعشر. و10 كمان. لا لا 10 ده العمارة. 1910 ده في الجزء الثاني من اللقاء دكتور زهير فرجنا على المقتنيات الأثرية اللي موجودة في الصيدلية، وعايزة أقول لكم إن الصيدلية بتعمل زيوت وكريمات وشامبوهات طبيعية من غير أي مواد كيميائية خالص فيها، وإن شاء الله هتشوفوها في آخر الفيديو. كان في معمل لتحميض الأفلام بتاع كودك. بتاعت افلام اللي اي نيجاتيف بقى، اه دي كودك كانت. اكفا بقى، كان في حاجات كتيره يعني، كان بس حضرتك عارف ان شركة كوداك قفلت عشان دلوقتي؟ ما هي عشان الماده اللي بيحمضوا فيها زمان كانت كلها مواد كيماويه. كانت بتخص اللي هي الصيدلية يعني هنا مواد وكده. كيماويه من الصيدليه يعني. تعالى بقى صور الهوموجراف هناك الحته هنا بس والبنك بنكتبها شويه زياده. لا مش مشكلة، هنركز على الهوموجراف. بالعكس يا دكتور ده الأجزخانة ما شاء الله لا يعني. بص الكركبه اللي هناك دي يعني مرتبة ما جدا. ممكن بقى.
يعني المكتب بتاعتي كان فيه الجراموفون ده، تعالى بقى صور كده. كان فيه الآلة الكاتبة ديت إن هنا. دي آلة كاتبة. دي ده في كاميرا كمان، دي كاميرا السينما دي حضرتك صح؟ واحدة سينما وواحدة تصوير، في كذا واحدة هناك تاني برضه قدام. الكاميرا دي انا فاكر والدي الله يرحمه كان بيصور. دي تصوير دي. دي صورة. طب حضرتك بالنسبة للمبة الجاز كانت بيستخدموها تحت دي كانت تحت. عشان الكهرباء لو قطعت ولا حاجة. والجلوب ده برضه كان تحت، ده بيتعلق على الحيطة كان بيتعلق في البطول تحت. دي العلاقة بتاعته. عندنا حوالي 3 اللي فضلوا يعني. ده الميزان مش كده؟ ده ده الميزان ده بتاع زمان. الله. الميزان ده كان تحت في البدروم، عندنا بيسمنت حوالي 250 متر جاي لغايه حلاوه. ياه. كان دكتور ايه؟ انت مع دكتور ايه عشان نبقى دكتور احسان سمان. دكتور حلو قوي. ده كريم للبشرة عامة. وعندنا الزيوت للشعر، زيت الارجان وزيت الجوجوبا وجميع انواع الزيوت موجوده عندنا. لا وده حلو قوي. عندنا شامبوات، بنعمل شامبوات كمان. معقولة بتعملوا شامبو؟ كلها ناتشورال يعني من غير مواد كيماويه، ما بتعملش صبغه، ما بتعملش سوري، وما بتعملش رغوه كتير عشان ما فيهاش مواد كيماويه. يعني ما زال دي بقى تركيب في الصيدليه. ودي نذكرها بقى في الفيديو ان شاء الله. وعندنا الزيوت برضه بوريكي، ده زيت من الزيوت اللي الناس بتحبه عندنا، ده بادي اويل يعني. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مودي الحشاش، وأشوفكم في فيديوهات جديدة. باي باي.